مساء النور يا احمد، ازيك؟ منوراني. نورك والله. انا شخصيا اكسايتد جدا لموضوع الحلقه النهارده، يعني موضوع الجمباز كده مش عارف ليه بيمسني دايما من جوه. ناس كتير عارفين النهارده الحلقه عن الجمباز، بعتوا لي اسئله وقالوا لي وصوني لازم اسال اسئله معينه، مش هنلاقي احسن من ساره شريف هي اللي ترد على الاسئله بتاعتنا. فويلكم بيك يا ساره ومنوره النهارده. ميرسي يا احمد، ده نورك. خلينا قبل ما نبدا ندينا بريف كده عن ساره. ازاي ابتديتي يعني من اول دراستك لحد ما وصلتي لاحتراف الجمباز؟ وصلتي ازاي لبطولات وحققتي مراكز على مستوى افريقيا؟ الجيرني كانت عامله ازاي؟ الاول انا ابتديت جمباز في سن صغير قوي، كان عندي 4 سنين لما ابتديت. انا من عيله جمبازيه، يعني بابايا، عمي، ولاد عمي، جدي الله يرحمه، كان كلهم من الناس اللي مارست رياضه الجمباز. بلس ان الجمباز رياضه اللي بيجربها وبيحبها بيكمل فيها. بس فانا متعبه. ده حقيقي، هي مش رياضة سهلة، بس هي مختلفة عن رياضات كتير. ناس كتير بتمارس رياضة الجمباز بتجرب رياضات تانية بتنجح فيها قوي، بس بيفضل دايما عندها أنا كنت لعبة جمباز في يوم من الأيام. فدي حاجة احنا كلنا بنحبها وبنبقى دايما فخورين بيها لما بنكبر. يس. انت قلتي اصلا حاجه لفتت انتباهي، بتقولي بابا وجده، يعني الرجاله كمان، مش بس، لان في انطباع دايما بيتاخد ان الجمباز دي لعبه بنات. ده حقيقي، لأنه الجمباز أنواع كتير، هو مش نوع واحد. في الجمباز الفني وده بيبقى فيه ولاد وبنات، في الجمباز الإيقاعي وده بيبقى mainly بنات، لأنه ابتدى يبقى موجود في بلاد تانية برا مصر. ولاد بتمارس الرياضة، بس في مصر هي بنات فقط. في الترامبولين ده برضو في منه بنات وولاد، وفي الإيرابيك وفي الباركور. فالجمباز أنواع مختلفة. تنفع للاثنين بالظبط، تنفع الاثنين. اوكي. وصلتي لاحتراف الجمباز ازاي؟ أنا كنت لاعبة في نادي الجزيرة، كنت بطلة مصر، دخلت في فريق المنتخب في سن صغير، دخلت بطولات دولية كتير باسم مصر. أهمهم بالنسبة لي كانت بطولة العالم، البطولة الأفريقية طبعا، كنت مركز تاني فردي عام. يعني دي أكبر الاتشيفمنتس اللي أنا لحد النهاردة ببقى فرحانة بيها. واو، ده جريت اتشيفمنت ساره، يعني مركز تاني افريقيا واشتركتي في كاس العالم، دي حاجه هايله، يعني دي حاجه باسم مصر كمان، مش بس لساره نفسها يعني. خلينا طب نرجع خطوه تانية لدراستك بقى. يعني انت دراسه ايه؟ لان ناس كتيره بتبقى فاكره ان الناس المتخصصه اللي بتوصل للليفلز دي في الاحتراف بتبقى بقى تربيه رياضيه ويبقوا دارسين ومش متفرغين للموضوع ده خالص. فبنحب ندي شويه بريف عن الدراسه ونشوف انت من الدراسه وصلتي فين للموضوع ده. أنا دراستي كانت في مجال بعيد شوية عن مجال الرياضة. أنا درست صيدلة واشتغلت كمان في مهنة صيدلة، اشتغلت معيدة في الجامعة فترة كبيرة أكتر من 3 سنين. بس لما حبيت ان انا اكمل شغل في الجمباز، كان مهم بالنسبة لي ان انا ادرس الجمباز وابقى certified coach و certified international judge بشهادات معتمدة من الاتحاد المصري للجمباز والاتحاد الدولي للجمباز، علشان اكمل في الكارير الجمباز وامتهنه، ما يبقاش مجرد رياضة انا مارستها او اكمل فيها بدون دراسات او بدون certifications معينة. بس انتي كلمة ادرس الجمباز يعني استوقفتني شوية. يعني ايه ادرس الجمباز؟ يعني عملتي ايه عشان تدرسي الجمباز؟ الكورسز اللي بتاخدها علشان تقول انا مدرب معتمد او حكم معتمد، انت بتدرس الجمباز من جوانب مختلفة. انت مش مجرد بتدرس الحركة وهي فاليد ولا لأ وقيمتها ايه كتحكيم، انت بتدرس التشريح العضلي والتكوين الجسم اللي يأهلك ان انت تقدر تعمل الحركة دي، والمتطلبات الجسمانية اللي تأهل اللعيبة ان هي تقدر تعمل حركة. يعني بتاخد اللعيبة ستيب باي ستيب ان هي ما بتعرفش تعمل حركة لانها بتعرف تعمل حركة. فده داخل فيه بايوميكانكس وداخل فيه حاجات كتيرة. كمان بتدرس جزء ليه علاقة بالسايكولوجي للطفل، ان المدربة بتتعامل مع اعمار سنية مختلفة، كل سن وليه المتطلبات بتاعته وازاي توصل له وايه التشالنجز اللي بتواجه المرحله السنيه دي. فالكورسز دي بتبقى مفيده جدا لاي حد فعلا عايز يبقى مدرب محترف لرياضه الجمباز. ايه انواع الجمباز؟ في ناس كتيره بتميكس الجمباز والباليه. يعني كنت لعبي ايه؟ بلعب جمباز اللي هو الباليه. يعني لا، هو مش باليه، مع ان الباليه ده جزء من تمرينه الجمباز. تمرينه الجمباز بيبقى فيها اساسيات
مدربين الباليه بيبقوا شاطرين فيها جدا. بنستعين بمدربين باليه في تمرينة الجمباز علشان بيحطوا أساسيات معينة لعبة الجمباز بتبقى محتاجة تبقى متأسسة عليها عشان تبقى لعبة شاطرة ومتأسسة صح. بس في أنواع مختلفة للجمباز، في الإيقاعي، في الفني، في الترامبولين، في الإيروبيك، في الجيمنسترادا، في الباركور، في أنواع مختلفة. لو أنا ولية أمر وعايزة أدخل بنتي أو ابني جمباز، أنا محتاجة يبقى عندي نوع من أنواع الريسيرش، ايه الانواع المختلفة، ايه الفرق ما بينهم. ساعات ممكن تبقى لعيبة محطوطة في مكانها الغلط، ولو راحت مجال تاني او نوع تاني من الجمباز بتبقى ناجحة جدا. دور ولي الامر انه يعمل ريسيرش، يشوف بنته حابة ايه او ابنه حابب ايه، بلس انه يسمع للمدرب. هل انا ابني موجود في المكان الصح؟ هل الرياضة دي هي الرياضة المناسبة بالنسبة له، ولا ممكن اغير الجمباز او اغير الرياضة خالص ويبقى متفوق فيها أصلاً. فالمتطلبات بتاعة الجمباز لازم نبقى اوار بيها لو احنا بندخل ابننا او بنتنا رياضة الجمباز. طب زي ما بنقول ان في انواع كتير من الجمباز، اكيد كل نوع ليه متطلبات خاصة. بص، الجمباز ان جنرال محتاج تبتدي في سن صغير، يعني دي من الرياضات اللي لما بتكبر فيها بيبقى الموضوع اصعب. يعني بنتكلم ايه في 3-4 سنين؟ في 3-4 سنين. لو انا بفكر يبقى ابني بطل في الرياضة دي، ان انت ازاي تعمل بطل. لكن بيحصل ان بيجي لنا اطفال كتير في سن اكبر من ده عايزة تلعب جمباز، وقاعدة الجمباز كبرت قوي في مصر في الفترة الأخيرة بسبب إنه بقى فيه جمباز للهواة، ودي فكرة ناجحة جدا. في ناس كتيرة بتحب رياضة الجمباز بس ما عندهاش الفرصة إن هي تمارسها باحترافية، ساعتها بتمارس رياضة الجمباز كهواة. هل هم عشان عندهم ظروفهم تمنعهم إن هم يحترفوها، ولا مرحلة عمرية فعلا ما تنفعش؟ يعني في بارامترز تانية بنقدر نقول ان لا، انت مثلا المرحله العمريه دي لازم تبقى عارف ان انت عمرك ما تعرف تاخدها الاحتراف. بص، في جمله كانت دايما بارنتس تيجي تقولها لي، تقول لي انا بنتي فاتها القطر، هي هواه، وده معناه ان هي عمرها ما هتمارس كبروفيشنال او كمحترفه. الحقيقه المعلومه دي مش صح، ودايما الباب مفتوح. ولو هي في مكان الهواة في مستواهم متقارب جدا لمستوى البروفيشنالز، فالشفت موجود والاتحاد سامح بده لحد مرحلة سنية معينة، وبعديها بيبقى فيه لجنة فنية بتقيم اللعيبة هل هي تصلح انها تمارس كمحترفة. ولو هم فعلا لقوا ان هي يعني الكرايتيريا كلها تصلح، ما بيبقاش فيه ما يمنع انها تمارس. it's never too late ان حد يبقى هواية ينقل بروفيشنالز، والعكس موجود برضو. يعني ساعات بتبقى انت حاطط لعيبة على التراك ان هي بروفيشنال وشايف انه امكانياتها تسمح بده، بس اللايف ستايل او البيرنتس او لعيبة حتى نفسها هي حابة تبقى بتمارس الرياضة دي بدون ضغوط معينة، بدون كوميتمنت كبيرة، فبالتالي هي اللي بتختار ان هي عايزة تمارس الرياضة كهواية. معانا قد ايه فلكسبيليتي وقت او سن نقدر نقول فيه ان هتبقى تخضع للتقييم؟ لو البنت او الولد ينفع وقدراته تسمح حتى لو عند سن كام؟ يعني هل هي متحددة في الاتحاد ولا ملهاش؟ هي متحددة عند سن يعني قريب من 10-11 سنة. أوكي. بس هي في الآخر بتعتمد انه هي مستواها قريب من الإجباريات اللي اللعيبة دي هتمارسها ولا لا. يعني ايه اللي نور معاكي في موضوع الجمباز خلاكي تفضلي انك تكملي في كارير الجمباز عن الصيدلة؟ كان دايما عندي هدف ان انا نفسي اعمل حاجة تسيب اثر والناس تفتكرها على المدى الطويل. وتأثرت جدا من وانا صغيرة بشخصية جدتي الله يرحمها سلوى حجازي. كانت مذيعة معروفة وناس كتير كانت بتحبها واثرت في جيل كامل. انا ما لحقتهاش، انا ما شفتهاش، بس كان دايما بابايا بيحكي لي، وشفت حب الناس فيها لحد النهارده. ذكرى وفاتها الناس بتفتكرها. حسيت ان اول حاجه ان دي اكتر انجاز عظيم ممكن اي حد يعمله في حياته، ان الناس تفضل فاكراه حتى بعد ما يمشي. فحسيت ان رياضه الجمباز هي قريبه مني قوي. علاقتي بمدربتي كمان وانا صغيره كانت قويه جدا. حسيت انه دور المدرب في حياه الطفل بيسيب اثر بتفضل فاكره سنين قدام. لو هو مدرب شاطر ومدرب ناجح وقدر يعمل العلاقة دي مع الطفل، بلس ان الرياضة دي بتأثر في الشخصية جدا. الشخص الرياضي دايما بيبقى ليه شخصية. رياضة الجمباز بيبقى ليها كمان شخصيات، يعني بتحط كاركترز كده معينة في شخصية الشخص بيكبر بيها من ناحية الديسيبلين، تحمل المسؤولية، تنظيم الوقت، عنده ثقة في نفسه لأنه متعود دايما إن هو بيواجه جمهور وبيواجه حكام. سن صغير لازم يبقى عنده إصرار، لأن الحركات
صعبة ومحتاجة مرونة عالية، فمتعود انه بيستحمل الألم إلى درجة معينة طبعا، ولازم يبقى عنده إصرار انه يفضل يحاول ويجيب الحركة ويعيدها ويكررها كتير، لأنه هي هتعملها في البطولة مرة، فهي اتمرنت عليها بقى مليون مرة خلال السنة علشان تيجي يوم البطولة تعملها مرة واحدة تيجي صح. فلو رياضي ما عندوش الإصرار ده، بيعمل حركة مرتين ويزهق وخلاص، ده مش هيكمل بطل، بالذات في رياضة الجمباز. عندي بقى مشكلة مع مدربين الجمباز. يعني أنا بروح تمرينات جمباز كتير وبشوف اللي بيحصل هناك، بتوقع ان انتوا بتضغطوا على البنات بشكل مش عارف هل ده المطلوب ولا لا، بس بشوف بقى صريخ البنات وعياط وكأنهم بيتعذبوا يعني، واكيد انت صادفتي حالات من دي. لا انا ما بشوفش ان ده صح، وما بشوفش ان ده طبيعي، ومش مفروض انه يبقى ده الطبيعي برضو. يعني مش عشان بنتي عيطت في التمرين يبقى هي كده اتمرنت كويس، ده برضو مفهوم غلط برضو. ان ولية الامر تبقى فاهمه انه هو ده الصح، ان مادام بنتي عيطت يبقى اكيد استفادت. المدرب برضو لازم يبقى فاهم، احنا زي اي رياضه لازم يبقى فيه نوع من انواع البريشر، لان انت بتضغط للاعيبه علشان تزود من الليونه بتاعتها، بس بتضغط ازاي؟ لازم يبقى ليها وقت، ولازم تبقى اللاعيبه على علم بده ويبقى بالاتفاق. يعني لو هضغط للاعيبه انا هقول لها انت هتتوجعي، بس هتتوجعي 3 ثواني او 5 ثواني، ولو توجعتي قوي انت هتقولي لي ستوب. فهو بيبقى بالاتفاق، ما ينفعش اقول لها مش هتتوجعي وفجاه اضغط لها تروح مصوته. اولا هيبقى فيه ازمه ثقه بعد كده، ان هي الرياضه دي انا بتعذب فيها، هي مش هتصدق المدرب بعد كده لما يقولها انت مش هتتوجعي، ومش هترضى تستحمل، لانه هو محدش احترم انسانيتها وادميتها قبل ما يضغط لها انه يفهمها ان ده اللي هيحصل. فبيحصل كتير طبعا، وبنشوفه في اماكن كتير انه البنت جربت الجمباز بس من اول تمرينه هي قررت ان هي مش هتدخل الملعب ده تاني. احيانا بلاحظ ان في بنات بتتعاقب لما بتعيط، وانا شايف ان الكونسبت ده غلط، لان زي ما انت بتقولي لازم تحترمي انسانيتها او تحترمي الالم اللي هي فيه، او تعرفيها اتليست ليه الالم ده بيحصل. بالظبط، هي مهمة قوي انه بالذات في السن الصغير ان هي تحب الرياضة. انا عايزاها تيجي تاني وتالت ورابع، وعايزاها تحب الرياضة دي، ده لازم يبقى الهدف اللي قدامي. لو انا هضغط لها انا لازم ابقى مفهماها ان انا هضغط لها وانها هتتوجع، وان احنا هنعد مثلا من 1 ل3، وهي عارفة انه بانتهاء العد الوجع هيروح، وبتتعمل بطريقة ان البنت بتحبها. يعني هي فاهمة ان دي حاجة في صالحها وفي مصلحتها، وان هي كده بتستفيد، وان احنا بنضغط علشان تعرفي تعملي الحركة دي، ووريها before and after انت كنتي بصي مش عارفة دلوقتي بقيتي بتعرفي. فالموضوع لازم يبقى فيه نوع من انواع التراست واحترام ادمية الطفل اللي انا بمرنه، هو في الاخر طفل. ده ياخدنا لنقطة تانية، وهي موضوع الثقة اللي انت ذكرتيها. يعني في أزمة ثقة ما بين اللاعب والمدرب، لذلك لما المدرب بيقول لك اعمل حاجة بتبقي انت مش متأكدة هو بيقول لك اللي فيه الصالح ولا لا، وان دي سبب برضو ان البيرنتس بيبدأوا يوجهوا الولاد غلط او ولادهم غلط. لو هو مثلا محتاج برايفت، انا لو عندي أزمة الثقة دي وبنتي محتاجة this kind of support او البرايفت، ساعتها هقول اوكي يلا بينا. لكن بنفتكر ساعات ان هي سبوبة او ان هي مش في حاجة، دي موضوع فلوس او موضوع كوميرشال. احنا بنسمع موضوع البرايفت ده كتير قوي، وبقى منتشر جدا فعلا، وناس كتير بتفتكر انه بما ان الفريق كله بياخد برايفت فانا لازم ادي بنتي برايفت، فبقى الموضوع فيه بير بريشر انه هل بنتي محتاجاه او مش محتاجاه انا هديه. وزي ما انت قلت برضو الموضوع بقى كوميرشال. انا بشوف ان الموضوع نرجع له ستابس شويه ورا، هو لازم يبقى فيه سيستم، ولازم يبقى فيه بلان، ولازم البيرنتس تبقى على نفس الصفحه مع المدرب. انا حاطه بلان، انا لازم البيرنت يبقى عارف انا السيزون بتاعي بيبدا ويخلص امتى، انا عندي كام بطوله في السنه، الكيرف بتاع اللعب انا متوقع انه هيعلى امتى وامتى هيبتدي ينزل علشان انا خلصت السيزون مثلا. فترات التدريب لازم تبقى منطقيه، ولازم يبقى فيه فترة ريكوفري، لأنه العضلة محتاجة فترة ريكوفري عشان تقدر تعيد تاني اللود من الأول. مش كله ضغط مش كله ضغط طبعا، وهو الحاجات دي ليها دراسات. المدرب اللي فاهم واللي دارس عارفها، عارف امتى بيزود الانتنسيتي بتاعت التمرين وامتى لازم يقللها. لما البارنت ما بيبقاش aligned او مش aware بالمواضيع دي خالص، بيبتدي هو يحط التاتش بتاعه. طب انا هدي بنتي برايفت علشان انا عايز انها تبقى فلكسبل اكتر، او شايف انها محتاجه فتنس. ممكن يبقى المدرب قال انه اللاعيبه محتاجه فتنس زياده، بس المفروض انه من دور المدرب انه يوفر ده
ويحط ده كجزء من الخطة التدريبية بتاعته. ما يعتمدش ان البارنت هتدي برايفت، لانه انا بالنسبة لي المدرب هو مسؤول عن الاصابات اللي بتيجي للاعيبة خلال فترة التمرين. تاني حاجة، اللاعب لو ما حصلوش فترة الريكفري بتاعته مظبوطة، انت بتزود من الاحتماليات انه يجيله اصابات especially على اللونج ران. فانا ما بشوفش ان البرايفت دي حاجة بتفيد اللعيبة على قد ما ممكن يبقى ليها اضرار اكتر بكتير. نحاول نتفاداها على قدر الامكان، especially انه لو انت في مكان حاطط سيستم، ومش بكلم ان السيستم ده مجرد تدريب، هو المفروض انه اللاعب ده انت بتأهله نفسيا، اكله شربه، هياكل ايه وامتى، المفروض ياكل ايه قبل التمرين وايه بعد التمرين. يوم البطولة ده يوم بيبقى فيه عوامل ستريس كتيرة على اللاعب، فحتى اكله بيأثر في ده. فالمفروض ان انا في حاجات بتقول انا اكل ايه قبل البطولة وما اكلش ايه قبل البطولة، ايه الحاجات اللي اتجنبها، ايه الحاجات اللي هتديني طاقة اقدر اكمل بيها اليوم، وايه الحاجات اللي هتبقى مجرد سعرات حرارية ملهاش لازمة. التزام الاهل كمان صار يعني I think ان ده كوميتمنت على العيله كلها. الاهل بيبقوا حريصين قوي ان ابنهم يبقى احسن واحد. موضوع ان هو يكمل ويحطوا بريشر على الاسره ويغيروا السيستم بتاعهم، ده نوع من الانفستمنت، يعني ده انفستمنت في ولادنا. بس الانفستمنت ده لو انا مش شايف ان ده هيطلع بطل، يبقى احنا بنمارسه كهوايه، يبقى مش محتاج اعمل كل ده. انا ازاي اعرف ان ابني ماتيريال بطل؟ بص، البطل ده مشروع، يعني مشروع المفروض بيخش فيه فاكتورز كتير قوي. اولا بتبتدي من ان اللاعب ده عنده الامكانيات الجسمانيه اللي تسمح ان هو يمارس الرياضه دي، يعني فدي اول حاجه انا المفروض بتاكد منها بسيستم. يعني المفروض ان انا لو في المكان ده بيقبل ابني على كرايتيريا معينه، وبيعملوا اسسمنتس وبيعملوا حاجات علشان بارنت يقدر تو فولو اب بنتي بتتحسن او ابني بيتحسن، ويك بوينتس اللي عنده بتتعالج مع الوقت ولا لا. لو انا عارفه ان هي دي الرياضه المناسبه لابني، اعمل بقى بلان مختلفه للاسره علشان ابني يقدر يكمل في الرياضه دي. محتاج يبقى عنده وقت يذاكر، وقت ينام، وقت يريح، محتاج نظام غذائي معين. العيله كلها بتبتدي تتعلم الادب. يعني فعلا بيبقى في كومبرومايزز، خالص. طبعا في كومبرومايزز وفي تضحيات كبيره. مفيش بطل بيحصل بالصدفه. صحيح. البطل ده بيبقى تأسس من وهو صغير انه لما يكبر هيبقى بطل، وفي تضحيات الأسرة بتقوم بيها. يعني أنا بشوف كيسز فعلا بتصعب علي، البنت شاطرة جدا وحابة الرياضة دي جدا، وكلنا شايفين تكنيكال تيم ان هي في المكان الصح، بس الاقي البارنت بتقولي بصي بس انا 3 شهور الصيف انا في الساحل، فنشوفك بقى ان شاء الله مع بدايه يعني الدراسه. فخلاص هي كده مش هتقدر تكمل في الرياضه دي as a professional، هي ممكن تمارسها كهوايه وليس كمحترفه. فترات الاجازه الطويله الكبيره دي مش في صالح اي رياضي. كمان البطل ده بيتحط له بلان من وهو صغير، بيبقى فيه معسكرات intensive training، بيبقى فيه انه لازم بيسافر ويخش بطولات دوليه مختلفه جوه مصر وبره مصر، علشان يبقى دايما في احتكاك ودايما في exposure ودايما هو up to date باللي بيحصل حواليه. الحاجات دي كل ما بتبتديها في سن صغير كل ما انت بتبقى عارف ان انت على الطريق الصح. صحيح. وعارف ان انت ماشي هتتعب والناس كلها بالظبط هتتعب، بس تعبك ده هيوصلك في الاخر للهدف اللي انت عايز توصله. حابب بس انوه على حاجه، ان هي ما تبقاش رغبه اسره، ان هو يكون حابب اللعبه او البنت تكون حابه الموضوع وعايزه تكمل فيها وعايزه تبقى بطل. فما تبقاش رغبه اسره، لان لو اغلب رغبه الاسره ان هم يخلوا البنت دي بطله والبنت دي اصلا ما عندهاش المقومات ولا عندها اللي يخليها بطله، ده هيبقى ظلم للبنت. المدرب عامل اساسي، وهو مش بس بيتاكد ان اللعيبه عندها المقومات اللي تسمح لها انها تلعب الرياضه دي، لا هو كمان اللي بيحط البلان اللي توصلها للهدف اللي هي المفروض تبقى عايزه توصله. اللعيبه لازم تبقى عارفه انا هدفي ايه، انا بلعب ليه، انا بطولاتي امتى. الهدف لازم يبقى اللاعب والمدرب وولي الامر اوار بيه، مجرد ان انا بمارس عشان ابقى رياضي وجسمي كويس وصحتي كويسه، ولا انا عايزه ابقى بطل. الاتنين صح، بس لازم يبقى هدفي من الاول واضح ومعروف، لازم اسمع له ولازم ابقى عارفه هو عايز ايه. في لاعبات كتيره بتبقى عندها المقومات بس هي مش حابه تكمل او زهقت. المدرب يبقى عليه برضو دور ان هو يبقى دايما بيفهم اللاعبه امكانياتها، ولو هي فعلا امكانياتها تقدر وبتساعدها انها تكمل في الرياضه دي لازم المدرب يقول ده
ده مهم، زي ما هو دوره انه بيصلح الغلطات وبيجود وعايز يوصل بيها انها تبقى شاطرة، ولازم برضو يمدح فيها لو هي فعلا امكانياتها الجسمانية تسمح، لو هي شخصيتها فيها حتة ان هي مجتهدة، دي لازم يقولها برضو، لانه لما البارنت بيعرف ده واللعيبة بتعرف ده، ده بيشجعهم ان هم يكملوا. او العكس كمان، يعني لو هي مش مقومات بطلة لازم يكون فيري اونست مع البيرنتس ومعاها ان احنا هنمارس الموضوع ده، عشان الاهل برضو ما يروحوش يقعدوا يعملوا انفستمنت ويقلبوا دنيتهم وحياتهم على مجاملات. يعني يقول لك لا ده بنتك تقدر تبقى بطلة وهي ما عندهاش المقومات اللي تبقى كده. احنا هنرجع تاني لنقطة الثقة ما بين المدرب واللاعب او المدرب وولي الامر، دي مهمة جدا، ودي من اسباب انه ليه في اولياء امور حابين يحضروا التمرين. انت ما بتحضرش مع ابنك الدراسة مثلا في المدرسة، انت واثق في المدرس وواثق في المنظومة ان هي بتعمل لك فيدباك، في اسسمنتس، في حاجات انت بتقدر تتابع ريموتلي من غير ما تبقى موجود بنفسك علشان تعرف مستوى ابنك. كمان في الرياضة ده مهم انه يبقى موجود. انا مش بشوف انه صح ان ولي الامر يبقى قاعد جوه التمرين عشان يتاكد انه ابنه بيتمرن صح. لو هو واثق في المدرب وعنده ثقة في المكان اللي هو فيه، المفروض ان ده بيبقى نابع عن حاجات معينة، لانه انت في الاخر بتقدم، مش هقول سيرفيس بس هقول انت بتتعامل مع اطفال، فدي لازم تبقى محطوطة في الحسبان اولا واخيرا. ولي الامر اللي سايب لك ابنه او بنته هو لازم يبقى مطمن ان هو حاطه او حاططها في المكان الصح. هتعرف منين؟ هل المفروض ولي الامر كل يوم يروح بعد التمرين يسأل اخبار ابني ايه النهارده، كان شاطر، كان مركز؟ مش مفروض انه يبقى الفيدباك بياخده on daily basis في ثانية والمدرب طالع من التمرين، ده كده مش معمول. مش حاجة بتتغير كل يوم ومش هتاخد المعلومة اللي انت محتاج تعرف، لانه هيقولك كمان تمام هو كان كويس الحمد لله، يعني مش هيديك فيدباك بروبر. لكن لو المكان ده بيعمل assessments واسسمنتس بسكيدجولز معينة، البارنت بيبقى عارف انه انا هاخد الفيدباك في الميعاد ده، والفيدباك ده المفروض يبقى شامل كل حاجة، هو اتحسن في ايه وايه الويك بوينتس وانا هوصل لده ازاي. ممكن يبقى فيه تدخل من البارنت مطلوب علشان يفولو اب. ساعات اللاعب بيبقى عايز انه يحس ان البارنت انفولد برضو، فده بيبقى ساعات في صالح اللاعب، انه انت كان فاضل لك حركتين مثلا، الحركتين ده محتاج تشتغل عليهم، طب لو خلصت منهم حركة احنا هنعمل حاجة حلوة، مش لازم تبقى حاجة مادية، ممكن تبقى حاجة فن هو بيحبها، هيقضي وقت كويس مع أهله مثلا، وبيساعد المدرب إن هو يوصل لأهدافه، وبيدي نوع من أنواع الطمأنينة للبارنت إنه أنا ابني في المكان الصح، أنا عارفة هو شاطر في إيه ومحتاج يشتغل إيه وهيوصل لده إزاي. ممكن يبقى محتاج يخس، ممكن يبقى محتاج يروح للنيوتريشنست عشان يحط له مثلا بلان تساعده إن هو يحافظ على وزنه أو يوصل للوزن المثالي اللي هو محتاج يوصل له. لو المدرب مش بيدي الفيدباك ده للبيرنتس، ما اعتقدش انه اللاعب ده في يوم من الايام ممكن يبقى بطل. طب كونك مع مدرسة عدم حضور البيرنتس التمارين ده ما بيعملكيش مشاكل شوية مع البيرنتس اللي بيبقوا بقالهم سنين معانا هم نفسهم ما بيبقوش محتاجين يجوا يحضروا التمرين، يعني هم بيبقى مجرد ان هو بتوصل وبتمشي وبتيجي تاخدها تاني. فده بيحصل مع الوقت. طبعا في السن الصغير اللعيبه بتبقى محتاجه وجود مامتها تبقى قريبه، مش شرط تبقى جوه التمرين بس هي عارفه ان هي لو ندهت عليها هي هتعرف تلاقيها. لكن مع السن الاكبر المفروض انه هي خلاص هي معتمده على نفسها في التمرين، ودي برضو بترجعنا لحته انه شخصيه الرياضي المفروض انه يبقى بيشتغل كويس من نفسه، مش محتاج انه يبقى دايما اصل مامتي بص عليا علشان كده انا بشتغل، لانها هتبقى طول الوقت في التمرين هي عينها لما انا مامي شايفاني هشتغل، مامي مش شايفاني هبتدي اسرح. فلا هو انا مش بشوف ان ده صحيح، دي من عيوب تواجد البيرنتس جوه الملعب. فانا بشوف انه المفروض التركيز يبقى توتالي مع المدرب وسمعه وشايفه وعينه عليه. صحيح. مش مستني توجيهات من حد تاني، ممكن يبقى هو برضو تكنيكلي مش فاهم في الرياضة ومش فاهم، ممكن يقوله برافو وهو ما عملش حاجة صح وهو مش فاهم بالظبط، هو مش فاهم، يعني البارنت ما بيبقاش فاهم تكنيكلي في الرياضة، فبالتالي الانبوت بتاعه مش هو ده اللي هيفيد اللاعب في الاخر. عايزين نسأل سؤال بقى، كل اللي حابب النهارده يحترف موضوع الجمباز، يحترف تدريب الجمباز مش يلعب جمباز، ايه الخطوات؟ سواء بقى لايسنس، سواء معرفش اتحادات، برضو كلمينا على موضوع الاتحادات، الكورسات، ازاي يعمل ديفلوبمنت لنفسه ويتحط على التراك ان هو يبقى مدرب فاهم. في سيستم وفي كورسز بتبقى معلن عنها من الاتحاد المصري للجمباز، بتبقى معتمدة من الاتحاد الدولي. الأندية والهيئات المشتركة بتتبلغ بالكورسز دي في أوقاتها،
والناس بتقدم وبياخدوا الكورسز، فالكورسز موجودة ومعلن عنها. دي برضو نقطة مهمة قوي، ان الاتحاد برضو عامل تصنيف للمدربين على حسب انت السيرتيفيكتس بتاعتك وتأهيلك ودراستك. انت هتمرن مراحل سنية معينة، مراحل سنية كبيرة بتبقى محتاجة مدرب عنده experience اكتر، certificates بتاعته بتبقى بليفل اعلى، كل ليفل ليه بالظبط. qualifications مختلفة. فتصنيف المدربين ده موجود اوريدي، والسيستم اوريدي موجود وبيتنفذ. المدربين بيبقوا فعلا مستنيين الفرصة دي علشان يقدموا وياخدوا الكورس ويطوروا من نفسهم. فكل ما هنزود الكورسز دي كل ما هنبقى بنفيد قاعدة مدربين اكتر، لانه اللاعبات واللاعبين موجودين كتير قوي، بقوا موجودين في محافظات كتير. بالظبط، الطلب والديماند موجود. والمدربين المعتمدين موجودين برضو، لكن ممكن نبقى محتاجين اكتر. يعني انا من كلامك افهم ان ده بيتم عن طريق الانديه، يعني مش مع الاتحاد على طول. احنا الاتحاد اللي بيبلغ النوادي، فهو ايفر ينتمي للنادي هو يقدر مع النادي ده يوصل ان هو ياخد الكورسات دي في الاتحاد ويبقى سيرتيفايد نقول ترينر او مدرب يعني للجمباز، صح كده؟ بالظبط. من رايك مميزات لعبه الجمباز وايه الحاجات الصعبه في تدريب الجمباز؟ تدريب الجمباز is very challenging compared برياضات تانية، لأن هي رياضة بتحتاج وقت كتير قوي، وبتبتدي تشوف نتائجها مش في ساعتها، بتشوفها على long run. بالظبط. وكمان لازم تبتديها في سن صغير. مش هقول من عيوب اللعبة، بس هي it's a fact ان رياضة الجمباز انت بتمارسها فترة من حياتك، مش طول عمرك. مش زي رياضات تانية ممكن يبقى عندك 50 سنة 60 سنة ومعاك المضرب ورايح تلعب ماتش تنس، هيجي يوم وهتوقف. بس في ناس من كتر حبها للرياضة دي بتحب تكمل فيها، مدربة محكمة بس بتكمل. فالتشالنجز اللي بتواجهنا هي فكرة ان انت عارف من الاول ان الرياضة دي عمرها قصير شوية. تاني حاجة هي رياضة مكلفة. اسمع في ارقام كده خرافية سمعتها في عندكم تولز ومايوهات وحاجات زي كده، وصلت ارقام كبيرة اتوقع. يعني احنا لو هنتكلم عن الجمباز الايقاعي بيستخدم ادوات اللي هي الكورة، الحبل، الطوق، الصولجان، الشريط. كمان الاوتفيت اللي اللاعبة بتلعب بيه في البطولة هي بتنزل بيه سيزن وبعد كده بتحتاج تغيره. ساعات كمان بتبقى كل اداة وليها الاوتفيت بتاعها، الماتشنج لون الاداة والكاركتر بتاعت الروتين بتاعها. فالحاجات دي فعلا غالية، لان الحاجات دي معظمها احنا بنستوردها، ما بتتصنعش في مصر، فطبعا بتبقى غالية. بس في ليتلي كتير قوي بقوا بيستعملوا يوزد، وبقى في صفحات كتير على السوشيال ميديا عن طريقة تقدر تبيع ادواتك، تجيب ادوات مستعملة. الاوتفيتس كمان بقت في تيمز بتسلمها للتيمز الاصغر منها، لانه برضو التكلفة عالية قوي، لان انت تبقى كل سيزن كل بطولة لازم تفصل واحد جديد. انا اسمع كمان ان حتى الادوات بتختلف بالمرحلة العمرية. ادوات الجمباز احنا بنختارها بيزد على السن وبيزد على طول اللعيبة. كل ما اللعيبة بتكبر والمراحل السنية بتتغير، طبيعي ان الادوات كمان بتحتاج انها تغيرها، لازم هتحتاج تجيب مقاس اكبر او لازم هتحتاج تغيرها وتستبدلها. فبيبقى فيه تيرن اوفر في الادوات. ففكرة ان اللعيبة تبقى كل مرة بتشتري أداة جديدة ده بيبقى مكلف. فبالتالي فكرة الصفحات اللي بقت موجودة والجروبس اللي بقت موجودة دلوقتي على السوشيال ميديا، اللاعبات والأولياء الأمور يقدروا يبيعوا ويشتروا أدواتهم، دي بقت بتساعد. بقى خلاص موجود، بقى متعرف عليه، ومتعرف عليه، وبقى بيساعد ناس كتيرة طبعا، لأنه في ديماند عالي للموضوع ده. لو هنتكلم عن حتة التحكيم يا سارة، هل اللي عايز يبقى محكم دولي هل ده بيمشي نفس الطريق اللي هيمشيه المدرب او اللي عايز يحترف التدريب بتاع الجمباز؟ هو طريق تاني خالص بسيرتيفيكتس مختلفة. انت بتبص للرياضة بمنظور مختلف، منظور المحكم مش منظور المدرب. طبعا في مدربات حكام، ودي بتبقى انا بشوف ان هي اتس بلس، ان هي تبقى دارسة كمان التحكيم وعارفة ان اللعبة دي الجملة دي هتتحكم لها ازاي، وهي هتنقص هنا ليه، والحركة دي اتحسبت ولا لا. طبعا ده بيفيدها انها تبقى خبيرة كمدربة فاهمة في الرياضة. بس طبعا في ناس بتمتهن التحكيم كتحكيم كمهنة لوحدها، كمهنة لوحدها بالظبط، بيبقى ملهمش علاقة بالتدريب تماما. ازاي بقى؟ بياخدوا كورسز وبيمتحنوا كل 4 سنين. قانون الرياضي للعبة اوريدي بيتغير دوليا، فبالتالي كل الجادجز اللي موجودين لازم ياخدوا الكورسز تاني ويجددوا اللايسنس بتاعتهم. بالظبط.
طب بيابلاي فين؟ يعني انا لو حبيت دلوقتي ابقى محكمه دوليه اروح فين؟ تابع الاتحاد المصري للجمباز، أوكي. هو اللي بينظم الكورسز دي كلها وهو اللي بيوفرها كمان في مصر. فأي حد بيقدم في الاتحاد، والاتحاد طبعا بيبقى ليه كرايتيريا معينة بيقبل أو يرفض الابليكنت عليها بس. وبعد كده لما بتاخد الكورسز وبتنجح بتبقى سيرتيفايد، تقدر تحكم بطولات محلية ودولية. دلوقتي اكاديميات الجمباز ماليه كل الاماكن، ايه الفاكتورز اللي لازم اي بيرنتس لما يجي النهارده يروح يشترك لابنه في الجمباز يبص عليها في المكان؟ ايه الكرايتيريا اللي المفروض تبقى في المكان؟ اي نادي او اي هيئة رياضية علشان تشارك في بطولات الاتحاد لازم بتبقى واخدة تراخيص من الوزارة، وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للجمباز. فالمفروض ان اولياء الامور يبقوا بيدوروا على المكان المعتمد المترخص، عوامل الامان متوفرة فيه، مدربين فيه عندهم الخبرة ان هو ازاي يتعامل مع الطفل وازاي يوصله ان هو يبقى بينافس ويعرف يحط له الخطة اللي توصله لده. طبعا الجمباز رياضة زي رياضات تانية كتيرة فيها إصابات بتحصل، فانت لو في مكان انت عارف ان انت بتستعمل أجهزة أو بساط أو معدات آمنة، فانت بتقلل من probability الإصابات. كمان المدرب لو هو فاهم ودارس ده بيساعده ان هو يعرف يحط خطة مظبوطة، جملة مظبوطة تحكيميا، وفي نفس الوقت بيعرف ازاي جوه تمرين يتفادى الإصابات، بيزود اللود امتى وبيقلله امتى. فكل الحاجات دي هي اللي بتخلي المكان في الاخر ناجح ومكمل وبيحقق في البطولات، او مكان مفتوح بس كوميرشال يعني مش. في حاجه كمان كنت عايز اقولها بما انك قلتي موضوع السيفتي ده، ان بعض الاهل بيخافوا على اولادهم. يعني لو بنتي النهارده جت بتقول لي انا عايز العب جمباز، لا دي لعبه عنيفه، ايه رسالتك للبيرنتس على الموضوع ده؟ ان بيخافوا بزياده فبيمنعوا بناتهم ان هم يروحوا يعملوا حاجه ممكن هم يبقوا فعلا يونيك فيها او يتفوقوا فيها جدا؟ هي اللعبة تبان من بعيد ان هي صعبة جدا، وهي فعلا صعبة، بس بيبقى فيه safety measures، وبيبقى فيه ان المدرب الفاهم بيبقى بيقدر يوصل اللعبة انها توصل انها تعرف تأدي الحركة دي من غير ما يجيلها اصابات. بيبقى فيه فترة تسخين كافية، بيبقى فيه فترة تأهيل بدني كافية. هو عارف هو بيعمل ايه، وعارف اللعيبة دي لما بتعمل الحركة دي هي بتعملها ازاي، ولو بتعملها غلط فده بيعرضها للإصابة، فهو المفروض انه بيصلح لها عشان تبقى دايما التكنيك بتاعها مظبوط. يعني بترجع تاني تعتمد على خبرة المدرب المدرب الفاهم والمدرب اللي دارس وعارف هو بالظبط. بيعمل بالظبط. ايه. اكتر موقف ما تنسيهوش حصل بينك وبين لاعب؟ كنا في بطولة وانا كنت داخلة مع لاعبة كمدربتها، انا عارفة اللاعبة ومرنتها يعني سنين كتير، فجأة وهي داخلة قبل ما يندهوا اسمها جالها بانيك. أوف. طبعا انت عارف اللعيبة بتلعب قدام جمهور كبير في استاد كبير، صحيح. كل العينين بتبقى عليها، فاللحظة دي لأي حد هي بتوتره، ولاعبات كبار لحد النهاردة، وانا لو لعبت دلوقتي هتوتر وانا داخلة ممكن البساط، ده ده طبيعي، ده احساس طبيعي، بس بنتمرن له. يعني كل ما دخلت تعودتي. بطولات اكتر عندك اكسبيرينس بتعرف تتغلب على التوتر ده، بس التوتر بيفضل موجود، انت بس بتتعلم ازاي تتعامل معاه. فهي كانت طفلة، دي كانت لسه في بدايتها، فطبعا ما عندهاش خبرة المواجهة قوي لسه، وجالها بانك، هي هتعيط انا مش هلعب. موقف زي ده انت لازم تحله بسرعة، لان انت عندك فترة زمنية قصيرة جدا، لو اللعيبة ما دخلتش هم هيندهوا على اللي بعديها وكده خلاص هي فاتها، دورها فات. وانا ما اقدرش اجبرها، يعني برضو من الناحية الإنسانية أنا ما أقدرش أجبرها إنها تخشي هتلعبي بالعافية، ما أقدرش أعمل ده، أو تجبريها إنها تدخل، مش أسلوبي. وعلاقتي باللاعبات ما فيهاش إن أنا بجبرها إنها تعمل حاجة، هي دايما بتعمل حاجة عن اقتناع. ففي الوقت القصير اللي كان عندي إن أنا لازم أقنعها تلعب وهديها، كلمت معاها كصوتها الداخلي، يعني بقيت بقول لها وانتي جوه انتي هتكلمي نفسك بالصوتي، هتقولي لنفسك كذا كذا كذا، انتي خايفة من الحركة دي، وانا عشان مدربتها فكنت عارفة هي خايفة من انهي حركات معينة، خايفة ترمي، خايفة توقع، الحركة دي هي مهزوزة فيها. فابتديت اخاطبها حركة حركة، انتي في الحركة دي هتقولي لنفسك ايه وهتفكري نفسك بايه. بسطتها لها خالص، عشان هي حاسه ان هي هتخش تعمل حاجات كتير قوي مرة، انت مش داخله تعملي كل ده، انت هتخلصي حاجه هتخشي في اللي بعديها، هتخلصي دي هتخشي في اللي بعديها، انت لما هتخافي انت هتكملي، انت هتبقي تعبانه بس انت هتيجي عند الحته دي وهتهدي وهتاخدي نفسك وهتكملي بعديها تاني. كنت حاسه ان انا بتنفس انا وهي في نفس الوقت وهي بتلعب طبعا، لان انا كنت حاسه بمشاعرها جدا وتوترها جدا وهي بتلعب. ولما خلصت وأدت انا كنت حاسه ان انا اللي لعبت وان انا اللي كسبت وان انا اللي حققت، لانه هي
لعبت عشان هي كانت عارفه ان انا واثقه فيها وعارفه ان هي تقدر تلعب، وقلت لها قد ايه هي شاطره وقد ايه هي تعبت عشان تبقى موجوده في اليوم ده النهارده. لان انت تنقل كمدرب ثقتك للاعب وتوصله ان انت واثق فيه وشايف فيه امل وشايف فيه بطل، ده بيديله شجاعه انه يخش يواجه ويلعب ويعمل احسن حاجه عنده، لانه عارف ان في حد في ظهره. بالظبط. طيب في النهايه ساره، لو هطلب منك تقولي نصيحه للاعبين ونصيحه للبيرنتس، تقولي ايه؟ اللاعب سبيشالي لو لاعب محترف هقول له اهتم بصحتك، اهتم بجسمك، اهتم بفترات نومك وفترات راحتك. ما تنسقش ورا سبيشالي في سن معين ان انت تبتدي تهمش الرياضة في حياتك. خليها دايما هدف اساسي علشان تقدر توصله. البيرنتس احب اقول لهم لازم يبقوا مدين المدرب المساحة انه يقدر يشتغل ويقدر يحط خطة ويقدر ينفذها بدون تدخلات. يبقوا دايما فاهمين انه المدرب ده هو بيتعامل مع ابنك وهو ده اللي هيوصله انه يحقق حلمه. يبقى دايما مديله المساحة انه يعرف يشتغل ويحقق ده. في النهاية سارة أنا بشكرك جدا، كانت فعلا حلقة لطيفة. وهرجع بقى لسؤالنا اللي سألته في الأول، أنا لو عايز ألعب جمباز أنفع ولا ما ينفعش برضه بعد كل ده؟ انت وشطارتك. ثانك يو سارة، نورتينا وكانت Thank you. حلقة لطيفة، ويا رب الناس كلها تستفيد بالكونتنت اللي قلناه النهاردة على الجمباز. ومعانا بقى في الكومنتات لو جات لنا أي أسئلة ولا حاجة I will refer ليكي على طول. شو ميرسي جدا يا أحمد. ثانك يو سارة، ميرسي، باي باي.